لعلكم كنتم تابعتم في جويلية 2020 هذه الفضائح. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. هذه تتذكرونها كانت في جويلية 2020 وداروا بها فيلم طويل وعريض، وهو أن الجزائر استرجعت تلك الجماجم أو الرؤوس الطاهرة لأولئك الذين كانوا يقاومون الاستعمار الفرنسي، وكانوا داروا بها ضجة رهيبة، والجزائر الجديدة تسترجع هذه الجماجم الشريفة، واستقبلوها والطائرات العسكرية في السماء والعسكر والحرس الجمهوري وتبون وشنقريحة، والدنيا قايمة. الدنيا قايمة. كانت البهرجة باش يعطوا صورة كاذبة مخادعة كما تعودوا، وهم عارفين الحقائق. وراي الحقائق خرجت قبل 10 أيام ولا 15 يوم وتكلمنا عليها، كيف أن جريدة نيويورك تايمز كتبت وقالت أن من 24 جمجمة تسلمتها الجزائر فقط 6 قد تكون لمقاومين أو مجاهدين جزائريين في القرن 19، وأن البقية حسب ما أخبروها أصحاب المتحف، متحف الإنسان كما يسموه في باريس، قال لنا 18 الآخرين ما همش تاع مقاومين، وعلى الأرجح أنهم تاع لصوص أو حتى تاع جزائريين قاتلوا مع فرنسا حركة يعني. فكانت فضيحة وفضيحة حقيقية. سكتت وصمتت العصابة في الجزائر إطلاقا، ولا موقع ولا صحيفة ولا قناة ولا شيء، وكان الأمر لا يعنيهم. لكن في فرنسا بطبيعة الحال الأمر يختلف، هناك برلمان وهناك أحزاب وهناك. فكان هذا السؤال لوزيرة فرنسية من طرف برلماني. اسمعوا وش تقول البرلمانية وش تقول الوزيرة. Question concerne plusieurs ministères, mais s'adresse à Madame la ministre de la Culture qui a tuté sur les collections publiques. En juillet 2020, pour célébrer le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la France a restitué à Alger 24 crânes détenus au musée de l'Homme, supposés être ceux de chefs de la résistance tués pendant la conquête coloniale. Or, une enquête du New York Times vient de révéler que la majorité des crânes ne seraient pas ceux de résistants, mais non identifiés ou d'origine incertaine. Certains parlent d'imbroglio, de procédures imparfaites, d'autres de scandales d'État. Vous apportez quelques précisions sur le cas des crânes algériens qui ont été déposés et non pas restitués. En effet, les autorités algériennes ont mis en place... قالت لها كي ont été déposés et non pas restitués، لأن البرلمانية قالت تمت إعادتهم للجزائر. قالت لها لا لم تتم إعادتهم، تم إيداعهم déposé. وعندما تودع شيء فإنك تستطيع أن تسترجعه، يعني كما واحد يروح لهذوك مرات في تاع الباجاج ولا في تجي مسافر تحط الفاليزة تاعك وتروح 4 سوايع وتجي باش تديها، ما تحبش ترفدها معك، ديبوزيها ديرها في ديبو. قالت لها ils ont été déposés، وهذا سايتي كلير مع لي زالجيريان، بمعنى أن نسلفهم لكم، نعطوهم لكم بطريقة أخرى وبعبارة أخرى، نعطوهم لكم ديروا بها شوية تمثيل، شوية تهريج، شوية بهرجة إعلامية باش كاش ما تخادعوا عندكم الداخل باللي نتوما جزائر جديدة واسترجعت الجماجم إلى ils ont été déposés et non pas restitués. خلينا نعاودو نسمعوا الفرنسية هذه وش قالت وش تكمل تقول. De procédures imparfaites, d'autres de scandales d'État. Vous apportez quelques précisions sur le cas des crânes algériens qui ont été déposés et non pas restitués. En effet, les autorités françaises et algériennes ont mis en place en décembre 2017 un
Et c'est sur cette base consensuelle et documentée qu'ils ont été remis sous la forme d'un dépôt à l'Algérie. Il n'a jamais été dit le contraire. D'ailleurs, je vous renvoie aussi au communiqué final du comité intergouvernemental de haut niveau qui précisait aussi ce terme de restes humains présumés algériens conservés dans les collections publiques françaises au paragraphe 19. Donc on avait pris toutes les précautions nécessaires sur ce sujet. Au-delà de ce cas spécifique, et nous aurons l'occasion d'en reparler, nous allons travailler ensemble à des lois cadres. واش تقول الوزيرة باختصار؟ وزير الثقافة هذه الفرنسية ترد على البرلمانية هذه اللي سألتها، برلمانية معارضة. قالت لها هذا الموضوع كان في 2017، أي أن ما هي جماعة تبون، لا تبون لا قايد صالح لا شنقريحة، يعني هذا الكلام راه من أيام المقبور بوتفليقة يعني. وقالت لها أن الحديث كان يومها على ديبوزي مش ريسيتي، أي أننا نودعهم عندهم ونسترجعهم فيما بعد. والحاجة اللي أضافتها وربما أخطر حتى، قالت لها قالت بأن قلنا باللي هذا 24 بريزيمي دي كران الجيريان، بريزيمي دي كران الجيريان، مفترضين أنهم جماجم لجزائريين، جزائريين بشكل عام، مش لمقاومين، مش رؤوس شريفة مقاومة، لا لجزائريين بشكل عام. ربما ماتوا من المرض، ربما ماتوا وهم يقاتلوا مع فرنسا، ربما كما قالت نيويورك تايمز البعض منهم كانوا قطاع طرق، وربما فيهم 6. حتى هنا الوزيرة ما قالتش إلا فيهم 6 ولا فيهم 1 ولا ما فيهمش ولا فيهم 2 ولا ما فيهمش لمقاومين. أي أن كل العملية هي عملية خداع، وأن هذه العملية بدأت في 2017 وكملها تبون معاه شنقريحة، وارسل الطائرات العسكرية وجيب الحرس الجمهوري وجيب التلفزيونات وجيب الكاميرات بأن الجزائر الجديدة تسترجع رؤوس المجاهدين الشريفة اللي أعدمتهم أو قتلتهم القوات الاستعمارية، ثم حولت رؤوسهم بوحشية دون مراعاة حق الأموات، حولتهم إلى ووضعتهم منذ ما يقارب 200 سنة أو 150 سنة في متاحفها، وما زال هناك العديد، في الحقيقة أكثر من 500 جمجمة على الأقل. فضايحهم لا تتوقف يعني المهم عندهم هو البهرجة الإعلامية، هو الشو، هو الكذب، هو الخداع. وفي إطار دائما الفضائح، خلينا نسمع لهم فضيحة أخرى من شاب يعبث بهم أو جهة معينة تريد أن تعبث بهم، جهة معينة في إطار صراعاتهم، ولعلكم تابعتوها هذه. معالي الوزير، مع احترامي لك، حنا كي نحبوا نديروا حاجة، أمن الجيش ما يتواصلش معكم نتوما. حنا عندنا الوسمو تاعنا، حنا كي تكون حاجة ولا انت أضعاف الإيمان نعيطوا لك، نبعثوا لك ان فاكس اوفيسيال وانت من خلالك تفوت ليه. حنا ما نقدروش نعيطوا للوسمو، حنا ما نقدروش نعيطوا لان تي في مباشره، ما عندناش السلطه عليها ابدا. خلاص انت راك مسؤول عليهم سيد الوزير. انا كي نحب نعيط راك تهضر مع المدير المركزي تاع الجيش سي شويطر معك. كي نحب انا يا سيد الوزير نحب نهضر انايا نبعث لك ليك سي شويطر. هذا هو الشاب هذاك اللي عمره 22 سنه واللي قال له انا راه معاك سي شويطر، الجنرال سي شويطر من امن الجيش. وشنو هذا في الحقيقة؟ هو يعقوب الحسني اللي كان قاعد عدة أشهر، أكثر من سنة أو سنتين، هم يقدموا فيه في تلفزيوناتهم وفي مواقعهم على أساس أنه مستشار الأمن والدبلوماسية، مستشار الأمن والشؤون الخارجية لرئيس الجمهورية، مستشار رئاسي. وهو شاب صغير عمره 22 سنة قاعد يعبث بهم، وظهر في قنواتهم، وكنت تكلمت عليها أنا قبل فترة لما ظهرت الفضيحة، وربما راكم تابعتوها في مواقع أخرى وأظهر في عدة مرات يتكلم في الأمم المتحدة، يتكلم في شؤون فلسطين، يتكلم في قنواتهم، وكانت فضيحة كبيرة ليه. قبل حوالي أسبوع أو 10 أيام خرج في التلفزيون من أن السلطات الجزائرية بالتعاون مع السلطات القبرصية ألقت القبض على المحتال النصاب يعقوب الحسني، وسيتم تسليمه في اللحظات القادمة إلى الجزائر.
اتضح فيما بعد أن اللي قدم هذا الخبر هو نفسه هذا يعقوب الحسني، وأنه ما زال يعبث بهم، ونشر في التلفزيون، وبعدين سحب من التلفزيون دون حتى تبرير وذكرته جهات رسمية وإعلامية وتناقلته مواقعهم وذبابهم باللي جبناه وشفتوا باللي نجيبوه إلى آخره. الآن هو هذا مرة أخرى يعقوب الحسني يتكلم باعتباره جنرال مع وزير الإعلام. ولاحظوا مليح كيفاش يتكلم جنرال مع وزير. المفروض أن هناك فرق كبير ما بين جنرال ووزير. وزير إعلام، يعني مش وزير بسيط. شوفوا كيفاش يكلموا جنرال مفترض مش متأكد منه، اللي هو في الحقيقة ليس أكثر من هو الشاب هذا ذاته. نكملوا واش يقول. انت راك مسؤول عليهم سيد الوزير. انا كي نحب نعيط راك تهضر مع المدير المركزي تاع الجيش سي شويطر معك. كي نحب انا يا سيد الوزير نحب نهضر انايا نبعث لك ليك المديريه المركزيه لان الجيش ما عندها حتى علاقه. حنا علاش عيطنا لك؟ باسكو كي قال لك النظام لي سيرفيس سكري الجيريان مع لي سيرفيس سكري تاع قبرص اكسترا، هذه حنا مكلفين بالعلاقات الامور هذه. دونك يسمى هما راهم يديروا لنا في بالغ تكذيبي. هاو الشعب بارطاج الفيديوهات وبارطاج سي كوا سا سيد الوزير. سيد الوزير منا الغدوة إن شاء الله كيستيونير من فضلك ما يخليناش نوصلوا الأمور اللي لا يحمد عقباها، لأن هذه المؤسسة مع احترامي لك راهي دارت غلطة كبيرة. هذا كذب. كيفاش السيد ما تحكمش يقول لك حكمناه على أي أساس؟ شكون اللي عيط له من الجيش؟ النيميرو اللي عيط له وكيف وقال لك طائره خاصه كيفاش يقولوا حراسه مشدده في طائره خاصه وجو سي با كوا اكسترا منا سي كوا سا. هذا المامور اللي عيط له يقول له مسيو المينيستر يقول له نو ما نحطش لا بغا جينيرال ولا ما على باليش كيجي امر كتابي نخدم. عبث بهم، عبث حقيقي، يعني عبث حقيقي. المصيبه انه يقولوا سيد الوزير وهي اصلا يعني كان هذا وزير لو كان جاي يفهم حد ادنى فقط قال له من امن الجيش. يعني واش دخل امن الجيش؟ يعني حتى موش الامن الداخلي يعني او الامن الخارجي. امن الجيش دي سياسه قال له. واش دخل دي سياسه او امن الجيش في موضوع مع وزير الاعلام او في موضوع تاع يجيبوا واحد نصاب الى اخره؟ لا علاقه نهائيا. هاو مستوى وزرائهم، هاو عندما تختار المخابرات الإرهابية الوزراء وتضعهم، هاو مستوى الوزراء اللي جنرال يرعبوا ويا ليتوا جنرال حقيقي. ها هي مستوى المسؤولين في الجزائر بمجرد ما. ولذلك انت تلقى تقريبا كل يوم في إعلامهم في صحافتهم في باللي لقاو نصاب محتال داير روحو باللي ضابط تاع مخابرات، لأنهم عارفين البلاد كل الناس الشعب كلها عارف باللي المخابرات دايرة رايها. أصغر ضابط أو صف ضابط في المخابرات يقدر يركع والي، يركع وزير، يركع مسؤول كبير، قاضي، إداري، أي كان. أو على الشعب الجزائري قال مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، لأن المخابرات هذه مش فقط تحولت إلى أنها جهاز إرهابي يرهب، يحتال، ينصب على الناس، يسجن، يعتقل، يعذب، يغتصب. لا تحولت أيضا، حولت كل بلاد إلى مافيا حقيقية. وأصبحت المافيا العسكرية بواجهة مدنية. وها هو أين يظهر محتال عمره 22 سنة يحتال عليهم قبل لمدة 2 هو يحتال عليهم ويظهر في قنواتهم بوصف لا يوجد أصلا. يعني أي واحد منهم لو كان جاء عنده حد أدنى ما كاش حاجة اسمها مستشار الأمن والخارجية في رئاسة الجمهورية، لا توجد حاجة مثل هذه. ثم يعاود يظهر ويعطي خبر إلقاء القبض عليه وتنشروا القنوات وتنشروا تلفزيونهم، ثم يعاود يظهر باعتباره جنرال ويبهدل وزير الإعلام ويتكلم معه بفوقية
وبأوامر ويقولوا الكيستيونير، وتستطيعون أن تكملوا، ربما راه منشور في أماكن أخرى، تكملوا الحديث. أنا على الأقل شفت فيه 3 دقائق ونص، خلينا كلا نزيد نضيعوا الوقت فيه، لكن فقط باش ناخذوا مرة أخرى عندما نقول أننا أمام نظام فاشل ومفسد وفاسد، وأن المخابرات الإرهابية تتحكم في البلاد، هذا ليس أدنى مبالغة، إنما هو حقائق تثبت كل يوم مع كل واقعة. راحت البلاد، انهارت